السلام عليكم، مساء الخير على الجميع. نتمنى ان شاء الله يلقاكم الفيديو تاع اليوم في احسن الاحوال. على بالي صار لي فتره كبيره مانيش ننشر في الفيديوهات، مانيش نشارك معكم في منشوراتي، في كذلك روتيناتي. صار لي فتره كبيره. صراحه كنت مشغوله بزاف بزاف، والحمد لله راني عدت والعود احمد ان شاء الله. لهنا راهي تقريبا 9 بالليل في اماره عجمان. كان الجو بزاف مليح، بزاف هايل، كانت الامطار شويه، فخرجت انا والاولاد ناكلوا ايس كريمات وندوروا شويه في اماره عجمان. راح نشارك معكم يومي كاملا وش عملت من الليل لهنا. كنت شاركت معكم فيديوهين في الليل وفي الصباح. لهنايا كنت وصلت لواحد المركز، مركز تخفيضات متواجد بمدينه او باماره عجمان. كما راكم تشوفوا وصلت انا والولاد. راح ناخذكم في جوله ان شاء الله، نتمنى تعجبكم، ونتمنى ان شاء الله باذن الله تعملوا لي لايكات وتشتركوا معايا في قناتي اللي ديما عودتكم عليها. لهنا كانت ميرال تصور، فاعذروني على التصوير كما راكم تشوفوا. ولهنا كانت الصباح نط نعمل شويه رياضه، واخذت الاولاد لهذه الحديقه، حديقه الصفيه باماره عجمان. اللي ساكنين باماره عجمان هذه الحديقه بزاف مليحه كما راكم تشوفوا، خاصه في الصباح. تهبل هذه الحديقه جميله جدا جدا، وصراحه فيها كل وسائل الترفيه موجوده للاطفال للكبار. احنا نروحوا كما راكم تشوفوا. لهنا بعد بالليل كذلك اخذت اولادي الممشى او عجمان او كورنيش عجمان. يعني صراحه كان الجو جميل جدا، فلا بد ما نخرجوا بالليل بالنهار كما راكم تشوفوا. لهنا هذه بعض المقتطفات من اماره عجمان الحبيبه. انا نحبها بزاف، هذه الاماره هاديه عائليه، اجواءها بزاف مليحه مناسبه يعني صراحه. كما راكم تشوفوا الجو بزاف عجبني، وخرجت الاولاد الصباح، خرجتهم بالليل. هنا راح نخليكم مع الاجواء تشوفوا تشاهدوا. لهنا بعد ما أخذتهم للممشى رحنا تعشينا هنا في واحد المطعم سوري بزاف. أكله كان بنين، والديكور وكان عجبني فيه أنه محافظ على الأصالة نتاعو، على الرقي نتاعو، كل شيء تراث سوري كان محافظ عليه هذا المطعم الجميل المتواجد كذلك بإمارة عجمان. لهنا كنت طلبت هذا الكباب الهندي أنا وولادي، طلبوا بروستد، واللي طلبوا كذلك صفيحة باللحمة. فلهنا شوفوا صورتكم الديكور على الطريقة الشامية. لهنا شوفوا هذاك الديكور الجميل. أنا دائما كنت نجي لهذا المطعم لأنه يعجبني بزاف بزاف، نشوف فيه هذيك الأصالة